اهلا وسهلا بكم في قناة صلح العطل بنفسك. النهاردة معانا عطل جديد ومميز عن الهاند بلندر. والمشكلة اللي في الهاند بلندر ان احنا لما بنشغل اهو بالشكل ده سامعين صوت زنة، لكن السكينة مش شغالة معايا خالص. هنحل ازاي الموضوع ده في البيت وبكل بساطة. بس قبل ما نبدأ الفيديو حط لايكك الجميل، ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنبدأ مع بعضينا. هنشيل كابل ال 220 من الكهرباء وهنبدأ نفك السلاح ده. اول حاجة هنعملها ان احنا هنقوم بفحص الجزء ده من السلاح. عندي هنا ادي السلاح اهو. لو انا لفيت دي كده او لفيت من السلاح هنلاقي الوش بيلف معايا هنا اهو بالشكل ده. طبعا ده ما بيحصلش بنسبة حتى 90%. صعب ان هو يحصل انك انت يلف السلاح معاك من هنا والسكينة ما تلفش، لان معنى كده ان فيه قطم او كسر في السلاح نفسه اللي هو الحديد ده، وده صعب جدا. فطبعا معايا السلاح اهو سليم خفيف جدا اهو بالطريقه دي. فكده هنبدا نشغل الهاند بلندر ونشوف العطل معايا فين. طيب انا شغال وبيلف معايا اهو. طب انا كده المشكله معايا فين اهو. حط صباعك هنا اهو بالشكل ده ولف كده. المشكله عندي هنا اهو. هنبدا مع بعضنا نفك الجهاز وهنشوف المشكلة فين ونبدأ نحلها. طبعا الجهاز فكه بسيط وسهل جدا. هتفك الطوق اللي هنا دي كده وهنبدأ نسحب الجهاز عن بعضيه بالشكل ده كده اهو اهو. طبعا انا مش حابب ان انا استخدم اي معدات عشان اوريك ان الموضوع بسيط جدا ومش مدعي معايا. طبعا المفروض دي راكبه على شرشره اهو. يبقى هنا عندي المشكله. لو نلاحظ هنا في شرشره، يا ريت يا باشمهندس تجرب كده وتشوف في شرشره في الاكس. طبعا الشرشره دي بتبات معايا هنا بنفس الوضع، في شرشره معايا هنا. فطبعا الشرشرة اللي هنا في الفبراية نفسها دي اتاكلت، والفبراية دي هي اللي بتمسك معايا في السكينة اهو بالشكل ده اهو زي ما هي راكبة. ويبدأ الماتور بيلف معايا فتبدأ تلف معايا السكينة بالشكل ده. لو انا عندي الفبراية متاكلة من هنا يبقى كده عندي مشكلة في تاكل الفبراية من هنا كده بتلف على الفاضي، عشان كده مش عاملة معايا التعشيقة بتاعة السكينة. انما انا عندي الفبراية هنا سليمة، فيبقى كده انا عندي المشكلة في الفبراية هنا. هنحل الموضوع ده ازاي؟ حاجة من الاتنين، يا هتغير يا هتعالج في حالة عدم توافر دي في المكان اللي انت موجود فيه. يعني انا مش عارف اوصل لقطعة الغيار دي، او في المكان اللي انا موجود فيه مش متوفرة معايا قطعة الغيار. هنبدأ مع بعضنا. طبعا انا قادر نعالج الكلام ده هو من غير ما انا انفك، بس انا هفك عشان حضراتكم تبقى عارف طريقة فكه ازاي وازاي طريقة صيانته. فهنبدأ مع بعضنا واحدة واحدة. بأي حاجة كده على الهادي خالص. هتبدأ تشيل الزرار ده وتحت منه مسمار، هتفك المسمار هتلاقي الدنيا ظبطت معاك. بالشكل ده نبقى احنا فكينا الهاند بلندر معانا وعرفنا كل مكوناته الداخلية. طبعا هنا الشرشرة وضحت معايا وظهرت كويس خالص. هتبدأ عشان تحل الكلام ده طبعا هتجيب هنا، بص الشرشرة معايا سليمة اهي
بس عندي المشكلة كلها هنا. ده اللي هو تآكل، المفروض تركب الشرشرة على الشرشرة بحيث ان هو ما يلفش معايا على الفاضي. هنبدأ مع بعضنا نعالج الكلام ده. طبعا صنفرة خفيفة للتراب فقط لا غير، عشان برضو ما تعملش تآكل للشرشرة اللي هنا، ففيما بعد ان جمعت انت دي كده دي ضاعت عليك ومش هيبقى له تصليح تاني. في شرشرة اهي، يا رب تكون واضحة في الكاميرا، انا مش عارف واضحة ولا لا. هنبدأ صنفرة خفيفة كده اللي هو للتراب بس والشوائب مش اكتر. بعد كده هنبدأ في عندي مادة لحام، بالشكل ده. هنبدأ نعبي دي بالمادة بالشكل ده كده. وهندي بخة هنا اهو. طبعا كده احنا نبقى لحمنا اهو. لو عملنا كده بقت قوية جدا اهو بالشكل ده. هنبدأ نجرب مع بعضينا الماتور. طبعا عشان تحاول هتعمل لك إصابة لو حاولت توقفها تاني بإيدك، الوضع بيجي غير الأول تماما. طيب هنرجع نبدأ نقفل مع بعضنا على السريع. طبعا زي ما اتعودنا مع بعضنا، لو انت في موضوع معين حابب تتكلم فيه، طبعا اهم حاجة ما ننساهاش ان السلك يمر في المجرى بتاعته، عشان لما نيجي نسحب لو حد سحب السلك من بره كده ما يعملش معاه قطع من البوردة ويعمل معايا مشاكل. هتبدأ واحدة واحدة زي ما فكيت هتقفل زي ما عودناكم. لو حابب تستفسر عن اي حاجة في المحتوى اللي احنا بنقدمه ارسلني في التعليقات وهرد عليك على طول. كده احنا قفلنا الهاند بلندر تاني. طبعا لما تيجي تجرب نصيحة اوعى تفكر بعد اللي عملته انك انت تحط ايدك هنا وتجرب، لان فيها اصابة على طول بدون كلام. حضرتك حابب تجرب وحابب تتأكد، جرب الكلام ده في شغل في البيت في استخدامك العادي زي ما انت بتستخدمه في البيت واشتغل هيشتغل معاك. هنبدأ نجرب مع بعضينا على الكهرباء ونشوف هل مشكلتي اتحلت ولا لا.
وطبعا كده احنا حلينا المشكله اللي كانت معانا. وزي ما قلت لك ما تحاولش، انا عملت كده في الاول في بدايه الفيديو، انا حملت ايدي هنا وشغلت لاني متاكد ان الكلام ده هو مش هيأثر معاه لان عارف العطل فين. حضرتك ما تحاولش تجرب، او لو حبيت تجرب هنجرب بآلة بنفس الوضع كده اهو. فاوعى تجرب بايدك عشان ده ممكن يسبب لك اذى او اصابة. وكده احنا نبقى عالجنا الموضوع بتاع عدم دوران سكينة الهاند بلندر بكل سهولة بأقل أدوات في البيت، بأقل تكلفة. بغض النظر قلت لحضراتكم عن التكلفة، الموضوع مش موضوع ان انا وفرت قد ايه، الموضوع ان انا ده هنبعته الفني، ولو الفني اموره تمام وفني شاطر فممكن ده يتركن يوم واثنين وخمسة عنده وانا محتاجه في بيتي فمركون، لان الفن غصب عنه بيبقى مضغوط في شغل. فانا عشان نتلاشى ان حاجتي تتركن وانا محتاجها، انا بصلحها بنفسي في البيت وبكل سهولة وبدون اي مخاطرة. وكده احنا نبقى وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. لو كنت استفدت من الفيديو وعجبك الفيديو يا ريت تبقى تدعمنا باللايك، وما تنساش لو كنت لغايه دلوقتي لسه ما اشتركتش في القناه تنزل تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. سلام.